تعالى النهاردة أقولك إزاي تعملي حلو لأولادك سهل وسريع واقتصادي بكوباية واحدة من الدقيق. لايك وشير لو عجبكم الفيديو وصلوا على رسول الله. في بولة عندي هنزل بنص كوباية من المية، مية فترة من الحنفية، رشة من الملح. بعد كده ببدأ أدوب الملح، وبعد كده بنبدأ ننزل بكوباية الدقيق. بعد كده ببدأ أسمي بسم الله وبنبدأ نعجن العجينة بتاعتنا. أول حاجة بتلاقي العجينة معاكي سايلة بالطريقة دي، بتبدأي تربيها كويس قوي عشان تشغلي مادة الجلوتين اللي موجودة في الدقيق. شايفين؟ مفيش ما مش هتكملي دقيقة بالطريقة دي زي ما انت شايفين. وبعد كده برجع انزل بتلت كوباية من الدقيق، وببدأ الم بقى ايه العجينة بتاعتنا. شفتوا الحلو بتاعنا النهاردة ما بياخدش وقت خالص في العمايل. بعد ما بنزل تلت كوباية الدقيق ببدأ الم العجينة كويس او وابدأ اعجنها معايا لحد لما تبقى ملسة وناعمة بالطريقة اللي انتوا هتشوفوها دلوقتي. اتمنى بجد فيديو النهاردة ينال اعجابكم، ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش تحطوا له لايك وتشيروه. شايفين العجينة معايا ممتازة على طول. طبعا هنبدأ نشتغل في العجينة بتاعتنا. على طبق هبدأ ارش رشة من الدقيق، وهنبدأ نقطع العجينة بتاعتنا لكورتين بالطريقة اللي انتوا شايفينها دي. اهم حاجة تلميها كويس او تقفليها. شايفين الجمال؟ وبعد كده ببدأ احطها على الطبق واقطع التانية ابدأ المها بنفس الطريقة. بعد ما كورتهم بالطريقة دي بغطي عليهم بكيس، وباجي هنا على الرخامة ابدأ ارش رشة من الدقيق. احنا ما بنسيبش العجينة ترتاح، احنا بنشتغل فيها على طول. وبعد كده بحط العجينة وببدأ ارش عليها حبة دقيق من فوق، وبعد كده ببدأ افردها طولي وعرضي. وبعد كده ببدأ بقى ايه اخد من نص البرة لحد لما العجينة تفرد معايا تماما بالطريقة اللي انتوا شايفينها دي. طبعا شايفين الوصفة قد ايه سهلة معايا؟ بالظبط 10 دقايق هتكونوا مخلصاها. بعد ما فردناها رقيق بالطريقة دي ببدأ ارش رشة من الدقيق، رشة خفيفة جدا بس عشان العجينة ما تلزقش معايا على الرخامة. وبعد كده برجع اكد عليها الفرد تاني. بعد ما فردناها ببدأ اشيلها. شايفين سمك العجينة معايا رقيق جدا. بعد ما فردناها بالطريقة دي ببدأ اركنها على جنب. اهم حاجة يكون الرخامة بتاعتك متبدرة بالدقيق عشان ما تلزقش على الرخامة. عندي هنا معلقة كبيرة من القرفة، وعليها 4 معالق كبار من السكر. طبعا ده شكل من الاشكال اللي هنبدأ نشكلهم. لو متوفر عندك مش متوفر عندك اشتغل بكوباية عادي. ببدأ احط الشكل وبحط في نصه نص معلقة صغيرة من القرفة والسكر. شايفين؟ اهم حاجة بسيطة جدا وتكون في نص الشكل اللي انت هتعمليه. عندك الاشكال دي استخدميها عادي. بعد ما حطينا السكر بالطريقة دي هنبدأ نرش رشة من الدقيق، ونبدأ نفرد الكورة التانية بنفس الطريقة. بنبططها وبنرش فوقيها وتحتيها دقيق، وبعد كده بنفرد طول وعرض. وبعد كده من النص لبره لحد لما بتتفرد معايا بنفس السمك. ببدأ الفها كده على الفرادة، وبعد كده ببدأ اخدها وعلى طول بنبدأ نحطها فوق العجينة الأولانية اللي احنا فردناها، الفطيرة الأولانية. وبعد كده طبعا ببدأ أساوي الحروف على بعضيها زي ما انتوا شايفين وادبسهم. وبعد كده بنجيب الشكل اللي احنا عملناه وبنبدأ نقطعه. بصوا وصفتنا النهاردة بقول لكم جميلة جدا. دي لو مفيش حاجة حلوة خالص عندك لأولادك هتقومي تعمليها بمنتهى السهولة ومش هتاخد وقت خالص معاكي. والله العظيم طعمها جميل جدا وعجبت الأولاد بطريقة غير طبيعية. فايدة العجينة دي كمان انك ممكن تحشيها حشوة حادقة. يعني ممكن تحشيها جبنة وعليها حبة البركة، حبة فلفل ألوان، أي حاجة ممكن تحشيها لها العجينة دي. مش ملتزمة بحشوة معينة. بس كده. شايفين الجمال وشايفين الحلاوة والعجينة بتاعتنا عاملة ازاي؟ طبعا شايفين اشكالها. بعد كده طبعا ببدأ اشيل الزيادات وببدأ بصوا بعد ما بشيل الاشكال بتاعتنا بأكد عليها التقفيلة كده من الحروف عشان ما تفتحش معايا في الزيت. الاشكال كلها اجمل من بعضيها. بصوا
طبعا بعد ما شلنا الاشكال بتاعتنا، العجينة الباقية اللي هي الزيادة ببدأ المها كويس او اعجنها بالطريقة دي، وببدأ اقطعها طبعا على كورتين واسيبهم على جنب. تعالوا نعمل اللي احنا شكلناهم. بغطيهم بكيس بلاستيك وبركنهم على جنب. عندي هنا طاسة على النار، ببدأ انزل بالظبط بربع كوباية من الزيت، وبسيب الزيت معايا على نار عالية يبدأ يسخن معايا. بعد كده اول ما بيسخن على طول بنبدأ ننزل بالاشكال اللي احنا عملناها. زي ما قلتلك ممكن تستخدمي الكوباية، قطعات الدوناتس، اي اشكال عندك ممكن تستخدميها. بصوا بصوا نفخة معايا العجينة ازاي، العجينة معايا ممتازة. اول ما بتاخد اللون من تحت طبعا على نار عالية ببدأ اقلبها على الوش التاني على طول تاخد اللون، وعلى طول بنبدأ نخرجها من الطاسة. شايفين الجمال والحلاوة؟ طبعا هنا كان خد معايا اللون على طول. طبعا بنبدأ نخرجهم. هنا عندي سكر على قرفة، طبعا بحط معلقة واحدة من القرفة والباقي سكر. ببدأ على طول اطلع العجينة بتاعتنا او المقرمشات السكر والقرفة من الزيت، وعلى طول بنزل بيهم على السكر والقرفة وابدأ اقلبهم واشربهم من السكر والقرفة بالطريقة اللي انتوا شايفينها دي. والله العظيم الوصفة جميلة جدا، لما تجربوها هتعتمدوا. يبقى النهاردة عملنا مقرمشات السكر والقرفة بدقيق ومية بمنتهى السهولة، ما خدتش وقت خالص معايا. شايفين قد ايه مقرمشة وطعمها جميل جدا. لما تجربوا الوصفة هتعتمدوها. مستنية طبعا رأيكم في الوصفة بعد ما تجربوها، ولايك وشير لو عجبكم الفيديو. بصوا الاشكال كلها اجمل من بعضيها، فاتمنى بجد تجربوا وصفة النهاردة. بصوا طبعا انا رجعت كملت العجينة بنفس الطريقة، فاتمنى بجد وصفة النهاردة تعجبكم، وصلوا على رسول الله.